بنتابع مع بعض قراية كتاب سرداب المومسات، وصلنا للحلقة ال11. أم أحمد النص كان حواليها أسئلة كتير قوي. يا ترى هي كانت عارفة ولا ما كانتش عارفة؟ طيب لو كانت عارفة، ليه ما اتسجنتش؟ ودلوقتي هنقرأ التحقيق مع أم أحمد النص. ما اسمك ولقبك؟ اسمي أمينة بنت منصور الشهيرة بأم أحمد، وعمري 60 سنة، وصناعتي خالية، يعني ما عنديش شغلانة يعني. مولودة بالإسكندرية. طيب السؤال، اتوجد في منزلك جثة، فلمن هذه الجثة ومن أين جاءت؟ قالت والله ما شفت حاجة. سألها هو أنت فاتحة قهوة حشيش؟ قالت له كان عندي بيت صغير وكان ماشي فيه الحشيش، والحكومة ظبطته، ومن بعدها ما اشتغلتش في الحشيش. قال لها طب مين اللي كان بيدير لك القهوة؟ قالت له محمود أبو زكاك الأعرج ابن أختي. قال لها تعرفي عبد الرازق العربجي؟ قالت له أبدا. قال لها يعني عبد الرازق ما دخلش عندك وكان معاه أنيسة وعديلة؟ قالت له أبدا. قال لها ريا بنفسها قالت إن عديلة وعبد الرازق العربجي وأنيسة كانوا عندك في البيت. فردت وقالت ريا أنا متعاركة معاها 100 مرة علشان الشغل اللي بتعمله، وأنا يعني أقدر أشتغل الشغل اللي ريا بتشتغله؟ فسألها إيه هو الشغل البطال اللي ريا بتشتغله وإنتي ما تقبليش تشتغليه؟ فردت قالت لفظ أنا مش هقوله بس هنستبدله بكلمة الخبص. قال لها يعني الخبص ده ما تقدريش عليه؟ ما تقدريش تخلي ست تيجي وتدخل مع راجل وتاخدي فلوس؟ قالت له لأ أنا ما أقدرش على كده وأنا مش وش كده. قال لها طب ليه تتخانقي مع ريا لو هي شغالة في الخبز؟ ليه تتخانقي معاها؟ قالت له علشان بابها قدام بابي. قال لها طب تعرفي عيشة؟ طب بينك وبين عيشة حاجة؟ عيشة شهدت بأن عبد الرازق وعديلة وأنيسة كانوا عندك في البيت. ردت وقالت يا رب من ظلمني يتظلم. قال لها طب دلالة على كلامهم عبد الرازق في اليوم ده دخل المحششة وخرج ولقى أنيسة وعديلة وعيشة، فانتي قلتي له ما تعمل معانا الإنسانية وقدم لكم سجاير. قالت له هو أنا كمان أعرف الإنسانية يا ساتر؟ قال لها عيشة وريا قالوا إن عبد الرازق طلب منك أوضة وانتي دخلتيه مع أنيسة البيت، ومن يومها ما شافوش أنيسة. ردت وقالت وانا فيا صح اعمل حاجه زي دي؟ قال لها لا ما انت مش هتقتلي بنفسك، اكيد راجل هو اللي هيقتل، لكن ممكن تكوني انت عارفه. قالت له انا ما شفتش حاجه ابدا. قال لها طب الدليل على صدق كلامهم انهم لقوا جثه في بيتك. ردت وقالت انا ما فيش في بيتي جثث ولا طلعوا من بيتي جثث. قال لها انت قصدك ان انت ما فيش في بيتك جثث؟ قالت له ايوه انا ما شفتش حاجه. قال لها لقوا في بيتك جثه امراه مقتوله، ومش ممكن الست هتتقتل بره البيت وبعد كده يدخلوها في بيتك ويخبوها. قالت له أنا لا شفت حية ولا ميتة. قال لها أنا مش بكلمك على حاجة خفية أو حد حدف عليكي حاجة من شباك البيت، أنا بكلمك عن جثة مدفونة، ومش ممكن ده يحصل وصاحبة البيت ما تعرفش. ردت وقالت أنا ما شفتش حاجة. قال لها إنكارك ده أكبر دليل إنك عارفة كل حاجة. قالت له يا بيه أنا مظلومة. بعد كده واجه ريا بأم أحمد النص. أم أحمد كانت مصرة إنها تنكر، فريا قالت لها يعني عبد الرازق وأنيسة ما دخلوش عندك؟ فردت أم أحمد عليها وقالت لها وأنا عاملة بيتي كرخانة؟ فردت ريا قالت لها نعم نعم، سكينة أختي كانت دايما عندك وكنتوا بتسكروا وتاكلوا فراخ وحمام، وبيتجمع معاكم النص اللي هو جوزك، وأبو زكاك نفسه يشهد بكده. وبتكمل ريا كلامها لأم أحمد وبتقول لها مش انت يا أم أحمد اللي بعتي البت عايشة في دمنهور وبعتي البت سمارة؟ وبتحكي ريا كلام غريب كده، بتقول عيشة وسمارة كانوا عندي في البيت، وكان في واحد اسمه شعبان ترجمان مع الإنجليز، كان بيجيب الإنجليز عندي ويروحوا مع البنات دول الصغيرين. وكان جوز أم أحمد اللي هو اسمه النص فاتح دكان خمرة وكازوزة. وفي يوم جه شعبان ومعاه واحد إنجليزي، فلقى البيت عندي زحمة وزيطة، فأنا قلت لشعبان يقعد الإنجليزي في دكان النص لحد ما البيت عندي يروق. ودخلت بيتي علشان أروقه، ورحت علشان آخد الإنجليزي، فشفت الإنجليزي مع عيشة في المنظرة. فقلت له ليه يا شعبان تعمل كده؟ فقال لي إن النص لما شاف البيت زايد قال لي خليه يدخل مع عيشة في المنظرة. ولما الإنجليزي خرج طلع نص جنيه اداه لشعبان، وشعبان أخد ريال لنفسه وادى الريالين لأبو أحمد النص في إيده. فقلت لها يا عيشة انتوا خدتم ريالين وأنا ما خدتش حاجة. فردت عيشة وقالت ليه هو دخل في بيتك؟ ولما جاب عيشة وواجهها بأم أحمد النص، أم أحمد النص أنكرت وقالت انتوا كلكم متفقين عليا وبتظلموني. فسأل عيشة هل أم أحمد النص بعتك في دمنهور؟ ردت عيشة وقالت أيوة بعتني مرة في دمنهور
لواحدة اسمها حسنة العايقة، وبعدين بعتني تاني لواحدة في الهماميل اسمها بشقة، وأنا والله العظيم لازم أقول الحق ولو أروح في داهية. أم أحمد بعتني أنا وبنت اسمها سمارة لواحدة في دمنهور، وهناك العايقة رجعتنا تاني الراية لأن سننا كان صغير.